في حاجه مهمه قوي حضرتك نسيتيها، اسمها الفوترز، الناس اللي هيروحوا يصوتوا، اللي هيعملوا مش التصويت. هينزلوا ليه؟ الشعب. ما انا اقول لك انا هروح انتخب مين؟ انتخب مين؟ مش لاقياه. هنتخب يا اما الشله بتاعت الليبراليين، او اللي هم ريحتهم اخوان، او اللي هم فعلا رسمي متاسلمين. ما انا مش هلاقي اللي يناسبني. دي ايه اللي هيمنع ان احنا نلاقي؟ لا، لان هو مين اللي هيبقى قادر يخش اللعبه دي كارتيلا مقفوله. على فكره هم قرروا ما يتعبوش نفسهم ويخاطبوا الناس ويقولوا لهم مصالحه، وما بطلوا شويه. ليه؟ خلي الناس تقول اللي هي عايزاه، وخلي التلفزيونات تقول. احنا دلوقتي بنوضب على الارض ما سوف يتم، اللي هو ايه؟ عوده اللي جاهزين النهارده للاسف الشديد. بمعنى ايه جاهزين؟ جاهزين ان هم يجيشوا ناس. يعني انا هقول لحضرتك حاجه، انا مثلا ليه اتجاه وطنيه، يعني بمعنى انجاز التعبير علماني. علماني اللي عايز يفهم علماني بطريقته هو حر. انا بفصل الدين عن الدوله، انا بروح انتخب شخص اثق فيه، ماليش دعوه هو ديانته ايه، بمنتهى الصراحه كده. طيب ومعايا اللي هو مش انا بالنسبه لي مشكوك في امره، انا ما اعرفش اجيش زيه، ما عنديش صياعه، سوري في التعبير، هو كان ممكن اقول مردين فكتبها كلمه مقبوله. ما عنديش حد النهارده، يعني حضرتك انا شخصيا مش جاهزه.